الشرفه. الله يعطيكم الخير، ما تبقاوش تخليو وليداتكم من يكونوا مجموعين مع لي كوزان ولي كوزين، وليدات الخاله وليدات العمه ايتترا، ولا مع وليدات الصحاب. يعني كنديروا كاملين تجمعات عائليه مع بعضياتنا، وكنخليو الوليدات كيلعبوا بوحديتهم. راه شحال من مره كيقدروا يوقعوا تحرجات جنسيه مع بعضياتهم، يسون فلاش ديال لا ديكوفيرت، مثلا اكتشاف ديال دي سنساسيون سيكسويل ولا شي حويجات بحال هكذا، كيبغيو يكتشفوا مع بعضياتهم داكشي. هذا كيخلي اثر في النفسيه ديال الطفل في داك لاج. راه تقدروا واخا تخليو، الله يعطيكم الخير، ما عمركم تخليو الباب مسدود عليهم، ما عمركم تشوفوهم هابطين الريدوات وتخليو الامور بحال هكذا. كيقدروا يوقعوا بزاف ديال الحويجات اللي العواقب ديالها كتكون من بعد وخيمه. علاش؟ لان ديك الساعات لونفون راه ما غيقدرش بوضع الصدمه ولا شي حاجه، ما يقدرش يهضر على هادشي. كيقدروا يبقاو مخزين هادشي حتى كيكبروا، يعني وليفي ديالو لامباكت عليهم والتاثير عليهم السلبي ما كيوقع حتى كيكبروا. داكوغ، دونك الله يعطيكم الخير، دائما نبقى حاضي، دائما نبقى لايح عيني على الوليدات، لانه هادشي كيقدر يشكل صدمات عاطفيه اللي ما غادي يبانوا حتى كيكبروا. دونك نحافظوا على وليداتنا ونبقاو نضربوا الفقد ونبقاو نمشيو نخليو الباب محلول. ما عمرنا ما نخليوهم بوي الوغ سوغ بوحديتهم في الخلوه. الله يجازيكم بالخير.